بسم الله الرحمن الرحيم. أولا فكرة القرية جات بعد تولي سمو أمير منطقة نجران العمارة في نجران. كان هناك أجنحة وكان في جناح لمنطقة نجران حقيقة لا يقوم ولا يليق بمنطقة نجران لتاريخها العريق وما تملك من تراث وتاريخ تستحق أن يكون لها مثل هذه القرية. طلبت الأرض ووافق على الأرض. مساحة الأرض، أولا نبدأ بمساحة الأرض. مساحة الأرض هي 22,500 متر مربع. القرية مقامة على 13,000 متر مربع. بعد ما أعطينا الأرض شكل سمو أمير المنطقة لجنة عليا للقرية، ووضع فيها أو اختير لها مجموعة من رجال سواء كان في الدولة أو في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. ثم شكل لجنة وعمل إعداد للدراسة ولوضع المخططات، ورسيت القرية على مقاول سابق. ثم تغيرت الفكرة بعد فترة طويلة. رأى الأمير أن القرية يجب أن تكون طينية بحيث أنها تمثل طبيعة منطقة نجران بما لها، بدل ما تكون من مثل المناطق الأخرى اللي مبنية بنا. وتشرفت برئاسة اللجنة، والحقيقة اختير أو شكل مجموعة من الأخوان أو الزملاء كلجنة تنفيذية، وبدأنا في إعداد أو تعديل المخططات من السابق حتى صارت طينية. والتصور الحقيقة أن شيء تنقل الفكرة وفي العصر هذا وتبني بناء طين كان تحدي، ولكن الأخوان الحقيقة كانوا على قدر من المسؤولية. ودي الحقيقة أول شيء أني أذكر اللجنة بالاسم لأنه حقهم علي. أولا اللجنة تكونت مني أنا شخصيا كرئيس للجنة التنفيذية واللجنة التحضيرية، ومن الأخ عبد الرحمن البيز مدير عام مكتب الأمير، ومن الأخ زياد ضيف الوكيل المساعد للتنمية أمين عام المنطقة، ومن الأخ محمد بن قريشة مدير عام الشؤون المالية والإدارية في الأمارة، ومن الأخ صالح المريح مدير التنفيذي لهيئة السياحة والآثار، ومن الأخ إبراهيم سدران مدير العلاقات، ومن الأخ محمد بن مردف اللي هو مدير الثقافة والفنون في منطقة نجران، والأخ علي محمد سوادي اللي هو الحقيقة كان مشرف على المخططات وتعديل المخططات من خرسانة للطين، صاحب مكتب أران، ومنسق اللجنة أو اللجان الأخ علي منصور المنصور. وشخص آخر الحقيقة كان له دور هو مدير عام شركة ثال العربية القابضة المهندس سامي أمين الجبل اللي كان عضو في اللجنة، ورئيس اللجنة الفنية. وبدأنا العمل. رسي المشروع على إحدى المؤسسات الوطنية. والحقيقة احنا لا نحب نعمل دعاية للمقاول، ولكن وفقنا بمقاول جيد وكان مهتم، وبدأنا العمل. واجهتنا الحقيقة عقبات كثيرة، وجود الطين، وجود العمالة المهرة، وكان تحدي ولكن وفقنا. القرية زي ما انت شايف الآن وضع فيها تقريبا حوالي 800 طن من الطين، 650 متر مكعب من الأخشاب القديمة اللي هي خاصة من منطقة نجران. كان هدف سمو أمير المنطقة أن تكون قدر ما نستطيع تكون جميع مكونات البناء التي كانت تبنى في منطقة نجران سابقا تكون في هذه القرية. الآن اكتملت القرية وزي ما انت شايف الحمد لله رب العالمين. نتمنى إن شاء الله أن تحوز على رضا الناس
نجران يحتاج قرية مثل هذه القرية، فيها الحقيقة مئات الآلاف الآن من القطع الأثرية والتراثية، بعضها يعود إلى 25 ألف سنة قبل الميلاد. ونتمنى إن شاء الله أنها تكون تمثل نجران خير تمثيل، ونجران يستحق منا. وشكرا لكم الحقيقة، أشكركم جزيل الشكر. وأنتم يا جريدة أو نيوز نجران نيوز لكم الحقيقة باع وتخطون القرية وتخطون غيرها، وأنتم لكم الحقيقة مني أنا شخصيا ومن زملائي جزيل الشكر. شكرا لك.